السلام عليكم. ايه هي الفيتامينات اللي تساعدك انك تتخلص من دور البرد بسرعه جدا؟ الناس فاكره انه فيتامين سي بس هو اللي مهم، لكن لا، في فيتامينات مهمه جدا نحفظها مع بعض بسهوله. بالترتيب الابجدي هو فيتامين اي، ثم فيتامين بي 6، ثم فيتامين سي، ثم فيتامين دي، وكمان معانا معدن الزنك. الفيتامينات دي مش شرط نشتريها من الصيدلية في شكل أقراص أو مكملات غذائية طالما الشهية كويسة وبنقدر ناكل كويس، لكن لو الشهية قلت إن إحنا مش قادرين ناكل بشكل كويس، لا، ممكن نشتريها من الصيدلية عادي في شكل أقراص يعني، بس طبعا باستشارة الطبيب. أول فيتامين هو فيتامين A، وده مهم جدا لأنه هو بيدخل في تكوين أو بيساعد في تكوين الغشاء المخاطي المرطب للأنف والقصبة الهوائية والحنجرة، فده بيساعدك تتنفس بشكل كويس. ده موجود عندنا في حاجات متوفرة زي الجزر والبطاطا والسبانخ، فسهل جدا ناخدها، بس فيتامين A ممنوع جدا للحوامل، ناخد بالنا من النقطة دي. فيتامين بي 6 ده اللي بيساعدك انك تتخلص من الهمدان والتكسير والاعياء اللي بيجي مع دور البرد. وده موجود في اللحوم، متوفر في مكملات غذائية برضو سهل جدا ناخدها. فيتامين سي وده المشهور عندنا في دور البرد، هو موجود ده بيقوي جهاز المناعة جدا وبيساعدك انك تتخلص من دور البرد بسرعة. موجود في البرتقال والليمون والفلفل والفراولة، سهل جدا نحصل عليه، مش شرط نشتريه من الصيدلية في شكل قراص. فيتامين دي وده بننساه جدا، وده موجود في البيض وموجود في الأسماك، وعشان نحصل عليه لازم نتعرض لأشعة الشمس على الأقل لمدة 15 دقيقة يوميا، وده اللي بيخلي لو ناقص عندك، ده اللي بيخلي دور البرد ماسك فيك ومش بيسيبك. بعد كده معدن الزنك. الزنك مهم جدا في المناعة، موجود في اللحوم، موجود في السبانخ، موجود في عناصر كتير، وما نستخدموش غير باستشارة الطبيب، وحذاري نستخدمه في الأطفال إلا باستشارة طبيب الأطفال. كل الفيتامينات دي مهمة جدا وبتساعدك في التخلص من دور البرد بشكل كويس. يعني معنى كده ان لو اكلنا الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هنخلي المناعة كويسة بحيث ان هي تتخلص من دور البرد بسرعة. لو الاكل قليل ومش قادر تاكل نتيجة التكسير والهمدان اللي دور البرد عامله لك، يفضل نحصل عليها بشكل قراص عشان ناخد الكمية المطلوبة اللي جهاز المناعة محتاجها. ربنا يحفظكم جميعا.